عامله ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسلامه يا رب. النهارده بقى بربع كيلو لحمه مفرومه هتعملي اكل يكفي عيله بحالها يا حبيبتي. تعالي كده شوفي الجمال، حاجه كده بسيطه وتستاهل بقك، ولا تحتري في الاكل ولا اي حاجه، ولا تقعدي قومي كده على طول يا ست البنات. تعملي احلى اكل، ربع كيلو لحمه مفرومه وبطاطسايه وبالصلاه على النبي. بصلايه يا حبايبي. شايفين الجمال؟ عملت كميه حلوه خالص اهيت، وعملت كميه جميله كمان اهيت، وهتاكلي احلى احلى بفتك يا حبايبي. جميل خالص وطعمه جميل وموفر ومش مكلف. هنسمي بقى بالله ونصلي على النبي ونشوف الطريقه بتاعتنا. العسل ده عامله ازاي؟ شايفين الجمال؟ جميل. اللهم صل على النبي. حلويات عسل موفر خالص ومش مكلف. نبدا كده يا حبايبي بقى بالصلاه على النبي. معنا هنا بقى يا حبايبي ربع كيلو لحمه مفرومه، ربع بس يا حبايبي بالصلاه على النبي. هننزل بقى عليه. هنا معانا اللهم صل على النبي بصلايه انا بشرها ومصفياها من الميه دي تشيليها خالص يا حبيبتي. ومعانا هنا بقى بطاطسايه 2، يعني بطاطستين انا بشرهم بردك ومنعماهم كده وحطيتهم في الميه شويه وصفتهم من الميه. وهننزل بقى بالصلاه على النبي 4 فصوص توم بردك انا بشرهم ونزلت عليهم كده يا حبايبي. جميله خالص وموفره وعلى قد الايد وهتكفي كام فرد خالص. هننزل بقى بالصلاة على النبي. معانا هنا 3 معالق بقسماط و3 دقيق و2 نشا ومعلقة صغيرة من البودر. صلوا على النبي يا حبايبي واللي لسه ما صلتوش على النبي. هننزل بقى ببهاراتنا بالصلاة على النبي. معانا هنا معلقة كزبرة، فلفل، كمون، بابريكا، وبضاية واحدة بس يا حبايبي. لايك بقى لام نوره كده وفرحها قلبها باشتراك معاها في القناه يا حبايبي. هنبدا بقى بالصلاه على النبي نقلب كل المكونات اللي معانا ديت. وهننزل بقى دي بقى حاجه خلطه الكفته يا حبايبي بتنقلها في حته تانية خالص. هننزل بمعلقه كبيره خلطه الكفته والملح يا حبايبي. بالصلاه على النبي هنقلب المكونات بتاعتنا دي كلها وهنحطها بقى قيمه ساعه كده ولا ساعه ونص في التلاجة. هنعمل بقى الغلاف الخارجي. معانا هنا 3 معالق فيجيتار يا حبايبي و3 دقيق و3 نشا ماشي يا حبايبي، ومعلقه ملح صغيره من بتاع التوابل، ومعلقه كزبره ومعلقه فلفل ومعلقه كركم عشان اللون ومعلقه كمون. ماشي يا حبايبي. وهنقلب كل الخليط ده مع بعضه الجميل ده. حاجه كده مش مكلفه خالص. هنبدا كده بالصلاه على النبي ناخد كده قطعه حابه تعمليها اي شكل انت حباه. انا هبدا اعملها كده نظام، هفردها شويه وهبدا احطها في الغلاف بتاعنا الجميل ده عشان واغلفها كويس. اضغطي عليها كده يا روحي وانت بتعمليه عشان الغلاف يبقى حلو وتبقى وتبقى متماسكه معاك. حابه بعد ما تغلفيها تحطها في التلاجة مفيش اي مشاكل. بس هي جميله يعني ما شاء الله وقوامها حلو، ان هي ما هي سايبه ولا حاجه. وهتحضري بقى بعد ما تغلفي الكميه بتاعتنا الجميله ديت هتفرط معاكي كميه جميله خالص. وهنحضر بقى بالصلاة على النبي الطاسة بتاعتنا القمر ديت. وهندف كده الزيت يبقى سخن يا حبيبي ما يبقاش بارد. حاجة كده جميلة خالص اهو. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي، ألف صلاة عليك يا نبي. لايك بقى لأم نورة يا حبايبي ودعموها كده واشتركوا معاها في القناة وشجعوها يا حبايبي. اشتركوا معاها في القناة وشجعوها عشان تشوفوا وصفاتها البسيطة والسهلة. وهنبدأ بقى نقليها يا حبايبي. بتقلي في زيت سخن ما هوش بارد. وهنبدأ ان احنا نقلبها كده ان شاء الله. جميلة خالص وتعجبكم. ألف هنا وصحة على قلبكم. عسل عسل. هنبدأ بقى ناخدها كده بعد ما تحمر. هي متحمرش قوي يعني بتبقى جميلة لونها ذهبي كده، بس هي الكاميرا ظلمها شوية. بالصلاة على النبي كمية عسل عسل خالص. حابة بقى تعملي جنبها مكرونة رز براحتك خالص. جميلة جميلة خالص وحاجة كده جميلة خالص وخفيفة كده ما هيش مكتومة ولا حاجة. البودر بيساعدها ان هي يديها خفية شوية. بالصلاة على النبي. عملنا بقى معاها مكرونة. حابة تعملي رز براحتك، مكرونة براحتك. جميلة خالص ومش مكلفة وحاجة كده على قد الايد. اهي احلى وصفة هتعتمديها وتعمليها على طول. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ اللي عجبه بقى الطريقه بتاع النهارده يا ريت ما ينساش ام نوره كده في اشتراك في القناه من ايديه ويدعمها. وبكلمه كويسه كده صلوا على النبي يا حبيبي في التعليقات، ما تنسوش الصلاه على النبي. واسيبكم بقى يا حبايبي في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.